السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك يوسف أو أندر كفر من التيك توك. الفيديو التاني ده هو اللي احنا هنشرح فيه إن شاء الله إزاي تعمل سموز زوم إن وتويكستر أو سلو موشن، يعني أيا كان الاسم اللي تحب تسميه. خلينا نخش على الأفتر إفكتس ونشوف هنعمل إيه. بص، من الآخر كده وبكل بساطة أنت هجهز الكليبات بتاعتك تمام بالفيس تراكر بتاعها. لو أنت مش عارف إزاي تعمل فيس تراكنج، فكل اللي هتعمله إن أنت هتختار الكليب كده وهتيجي على خانة التراكر هنا وتعمل ستابيلايز موشن دي، وتيجي على المربع ده. طبعا بالسكرول بتاعت الماوس بتبدأ إن أنت تكبر وبتبدأ إن أنت تحدد مناخيره كده وتكبرها لحد ما، طبعا كل ما تكبر كل ما تكون دقتها أعلى، بس يعني كل ما تكبر بتحتاج جهاز أحسن عشان يقدر يطلع نتيجة كويسة ويبقى مستحمل التراكنج. يعني لما بيخلص تراكنج تدوس على ابلاي هنا وتدوس على الاكس اند واي وبس كده. بعد ما جهزت الكليبات بتاعتك على البيت طبعا تمام، وهنعمل كده كده فيديو ازاي نعمل البيتس بتاعت الاغنيه او البيتس اللي انت هتمشي عليها. بعد ما تجهز الفيديو بتاعك على البيتس، كل اللي انت هتعمله هتحدد الثلاث فيديوهات اللي عندك، هتكتم الصوت وهتبدا تفعل الفريم ديندنج، تضغط هنا مرتين وتفعل الموشن بلور. تمام، وتيجي على كل واحده فيهم وتدوس عليها وتعمل رايت كليك وتعمل فري كومبوز، وهتفعل الدايره دي وهتفعل المربع ده وتدوس اوكي. بعد ما الكليبات بتاعتك جهزت على البيت وعملت بري كومبوز ليهم، طبعا اللون بتاعهم ممكن يبقى بالشكل ده تمام، بس انا اللي كنت مغير لون الكومبوزيشن فما تتخضش، يعني مش تفرق. بس المهم ان احنا اول افكت هنسرش عليه وهو افكت التويكستر عشان اضيفه. طبعا انا بالنسبه لي انا اضيف التويكستر برو، يعني انا اتسالت على التيك توك قبل كده ايه الفرق بين التويكستر والتويكستر برو. فالتويكستر هو اعدادات التويكستر برو بتكون اسهل شويه، يعني الفرق مش كبير بصراحه، ولكن ممكن يكون البرو سموز اكتر، انا ما اعرفش الصراحه، ولكن انا عن نفسي بستعمل البرو في اغلب الاوقات يعني. فزي ما انت عملت كده اهوت، انت دلوقتي ضفته عندك على الكليب الاولاني، هتيجي هنا اهوت على الشمال هتعمل ان اف اس والاوت ديت هتقفلها، وفي الفريم ريت هنا هتكتب الفريم ريت بتاع الكليب الاصلي بتاعك. انا عندي الفوتج الاصليه نفسها كانت الاف اس بتاعها 25. الافلام اغلبها بتكون 24 فريم او 25 فريم. ازاي بتعرف؟ طبعا وانت لو جيت اصلا في البروبرتيز هنا فهتلاقي برضو مكتوب جنبك ان هو الفريم ريت كام، 25. دي الفوتج الاصليه اللي احنا هناخد منها الكليبات اللي هو الفيلم او المسلسل الاصلي. بعد كده بنرجع للاعدادات تاني وبنعمل انوات في الايمج بريب، هنخليها كونتراست تو ايدج انهانس، وهننزل تحت هنخلي الفريم انترب ونخليه موشن ويتد بلند، والواربنج هنخليه انفيرس ويز سمارت بلند، والبي بي جي سيتنجز ديت هنخليها 100 على طول. كده احنا جاهزين نحط الكي فريمز بتاعت السبيد بتاعت التويكستر عشان نعمل سلو موشن. فاول اللي نعمله، اول حاجه نعملها هندوس على السبيد هنا الساعه جنبها عشان نعمل كي فريم، وهنخلي الفاليو هنا 200. ندوس على حرف اليو طبعا عشان يطلع لنا الكي فريمز بتاعت الكليب. حاول تيجي في نص الكليب كده تعمل كي فريم. هنعمل في نص الكليب كي فريم برقم طبعا 40، وهنيجي في اخر الكليب هنعمل كي فريم ب 160، او ممكن تقدر تخليها 165. هنسلكت الكي فريمز دلوقتي، هنعمل لها سيلكت اهوت عادي بالماوس وندوس على اف 9 عشان نعمل كله ايز. ولازم نعمل الجراف الخاص بالتويكستر، هيكون بالشكل ده. نشد ده لتحت كده شويه، وهنا هنيجي نشد ده لتحت كده شويه، فيبقى عندنا حرف اليو، فيبقى ده الشكل الاخير للجراف. ولكن برضو انا عايز اقول لك على حاجه، ان انا برضو ساعات بستعمل بصراحه الفاليو 200 في الاخر هنا، يعني 240 200. لو انت حبيت ان انت تثبت الفاليو دي قشطه، حابب تستخدم ال 165 ماشي، ولكن اهم حاجه شكل الجراف بيكون بالمنظر ده. الجراف طالما بحرف اليو فهو ده التويكستر المظبوط. كده طبعا احنا هنكون ضفنا السلو موشن او التويكستر. طيب ازاي نضيف الزوم ان اللي برضه هيكون سموث ان شاء الله؟ يعني اول حاجه نجيب طبعا افكت الاس اندرسكور بلور مو كيرفز تمام، ونبدا نسحبه عادي على الكليب بتاعنا. وهاجي اقفل السب بيكسل هنا، وهاجي في الزد ديستنت ان هو هعمل كي فريم، هسيبها على 1. اعمل يو تاني عشان تطلع لي الكي فريمز، هيطلع لي الكي فريم الاولى. فاجي على اخر الكليب هنا، ممكن نرجع فريم واحده عشان نعرف بس الزوم بتاعنا هيبقى عامل ازاي، ونكتب مثلا 0.5 نص الفاليو مثلا، فتلاقي الزوم ان اتعمل بالشكل ده. فعايزين دلوقتي نظبطه ازاي؟ اول حاجه بس اسحب بس الكي فريم دي كده للاخر تمام، واختار طبعا الكي فريمز كلها الاثنين، واعمل اف 9 عشان تعمل ايز، وافتح جراف، وهنبدا نسحب ده لتحت كده ونسحب ده لفوق كده بالشكل ده، فيبقى عندي الجراف بالشكل ده. طبعا انا مش عارف الحرف ده ايه، ولكن يعني اعتبره اس مثلا كده، لازم الجراف يبقى بالمنظر ده، فيبقى عندي السلو موشن بالتويكستر بالشكل ده. طبعا انت لو ما حبيتش الزوم ان بتاعك بالشكل ده، فانت ممكن تعدل دي كده تخليها مثلا بهذا الشكل عشان مثلا تبقى جايه في الكاركتر بالظبط. طيب ازاي هنضيف بقى الباقي كليبس؟ هل هنكرر العمليه دي كل شويه؟ والله انت ممكن تعمل تسلكت الكي فريمز كده وتعمل كوبي كنترول سي
لكن طبعا اضغط بص، اعمل سيلكت الكي فريمز واضغط كذا مره على الافكت، واعمل كنترول سي واعمل كنترول في كليب التاني. بس انا الصراحه في طريقه تانية بفضلها، وهي ان انا هاجي اختار الاتنين دول كده مع بعض، واعمل انيميشن واعمل سيف انيميشن بريسيت عشان يطلع لي بريسيت اقدر ان انا استعملها. فلما تعمل سيف انيميشن بريسيت وانت عامل سيلكت الاتنين، هتيجي عالي في الافكت وبريسيتس وتكتب الاسم عادي اللي انت سيفته بيها، وتسحبه على الكليب التاني، او تسحبه على الكليب التالت. يعني مش عارف انا إيه العبط ده، بس المهم اسحبه على الكليب التاني كمان اسحبه على كل الكليبات يعني. وهينزل عندك بالشكل ده اهوت الافكتين بالكي فريمز. ولو عايز طبعا تظبطه على الديوريشن، فبتدوس تعمل سيلكت الكي فريمز وتدوس على الت وتسحب كده، واول ما تحس انك في الاخر دوس شيفت بس هتلاقي راحت لوحدها لايه لاخر الكليب. وكذلك هنا برضو يعني، وريت برضو لما تيجي تفعل البريسيت يا ريت تبقى واقف على اول الكليب بس. وبالشكل ده يبقى عندك التويكستر والزومز بتاعتك كلها سموز وزي الفل. ولو انت عايز طبعا تعدل الفاليوز ديك الحق ان انت تعدلها وتغير الفاليوز زي ما انت عايز. وما تنساش كمان لو انت عايز اي بلجنز او بريسيتس لازم تخش سيرفر الديسكورد عندي عشان يبقى عندك البلجنز ديت، عشان تقدر تستعمل التويكستر وتقدر تستعمل الاس اندرسكور بلورمو كيرفز يعني. واخر حاجه عايز اقولها لك برضو ان انت يا ريت تحط الكالر كوركشن بتاعك عشان تزود من الكواليتي وتخلي شكل الايديت احسن. ولو انت عايز اي color corrections هتلاقي فيه فري presets، او عايز بتاعتنا تقدر تتواصل معايا برضو تحت الديسكورد، او موجود كل اللينكات في القناة وموجودة برضو في الديسكريبشن كل اللينكات. وانت عايز اي حاجة يا ريت تبعت لي وان شاء الله اقول لك عليها يعني. وبس كده اخر مرحلة ان انت تحط الكالر correction بتاعك. وبس كده ده اللي كان عندنا النهارده بالنسبة للزومز والتويكسترز.